لحظات تفصلنا على أذان المغرب. الناس راهي متوجهة للالتحاق بمائدة رمضان في الوقت اللي احنا رانا متوجهين إلى العمل لكي نكتشف كيف يصنع الشاب المغترب والعازب طقوس رمضان. حتى تكتشفوا ذلك معنا، خليكم. صنع الشباب السوريين. اهلا وسهلا بكم. أجواء رمضان. الأذان وأنتم. الأذان لأنه خلاص تفضلوا خلينا ندخل لجوا. متواجدين الآن على المائدة نقولوا سورية جزائرية اللي صنعوها شباب سوريين موجودين مغتربين أيضا على الوطن، ولكن يحاولوا دائما أنهم يصنعوا طقس وجو رمضان. كلمنا منذر على أهلا وسهلا فيكم بالبداية وأهلا وسهلا فيكم بالجزائر كمان. يعني نحن مو مغتربين أول شيء، نحن ببلدنا الثانية وبنرحب فيكم على المائدة تبعنا. لا نحن مش مغتربين، أكيد نرحب بكم، أنتم جزائريين وأنتم أخواننا سوريين، ولكن الشباب وحدهم بدون عائلة طبعا يكون صعب في هذه اللحظات، خاصة لما يكون رمضان، لما يكون العيد. ماذا به دائما الشاب يكون مع عائلته، سواء العائلة الصغيرة ولا العائلة الكبيرة. الأكيد هلا نحن بنقول إنه مو مغتربين، بس نحن مشان انه اللي عم يشاهدونا ما نحسسهم انه بطعم الغربه او شيء. يعني نحن بالنهايه يعني كل واحد انه طلع من بلده، وبالنهايه نحن بالاخير اخوه. يعني ممكن انه شباب في عمر الظهور يقدروا يصنعوا طقس رمضان بدون زوجة وبدون الأم وبدون هذا، وش قصدت؟ هلا شوفي احيانا بيتطلب هيك، انه الواقع هيك أكيد. بيتطلب يعني مثلا الشيء اللي صار يعني انه في شباب كثير طلعت برا البلد مثلا وكونوا اسر. يعني هون هلا مثلا انا هون معي في اخواني هون، يعني انه هودي مثل اخواتي بسوريا. يعني حتى بزياده انه المعارف اللي هون بالجزائر كمان انا الحمد لله في معارف كثير، ومثل كاني عايش مع اهلي. نروح نشرب القهوه انا وانت. بعد الافطار راح نتكلموا على اجواء رمضان السوريه اللي موجوده في هذا المكان. احنا بالعاده نحن عندنا بسوريا يعني هاي الاجواء باي بيت موجوده، يعني باي بيت بسوريا هاي يعني انه بعد الافطار مثل ما كنتم شايفين بنحط الحلو والفواكه والشاي، بيكونوا مثل ما قلنا مثل ما حكينا الكرم العربي. هذا الكرم العربي الاصيل. بسوريا بتروحي في ناس تفتح موائد مثلا بالشوارع بتطعمي 500 شخص. يعني الناس انه مثلا قدام الجوامع مثلا. هلا هون كمان بالجزائر في مطاعم الرحمه بتفتح، يعني رمضان كريم. يعني هي حكمه رمضان. ايوه هاي بس كل بلد بتختلف. يعني انه مثلا بسوريا ما بيفتحوا بالمطاعم، في ساحات كبيره مثلا بالبلد بيفتحوا فيها الاكل وناس بتتبرع بهالقصص هيدي. مثلا بالجوامع في ناس بتفطر بالجوامع، يعني كمان بيكون في اكل وحلويات كأنه الواحد عم يفطر ببيته. يعني هاي العادة إنه حلوة كثير يعني. وهاي خاصة لما يتجمعوا شباب مع بعضهم. الأكيد مثلا شباب نازلين من ولاية لولاية مثلا مشوار أو طريق بعيد، بينزلوا على الطريق مثلا في استراحات في جوامع بينزلوا بيفطروا وكأنه قاعدين ببيوتهم. يعني إنه الواحد ما لازم يحس إنه هلا نحن بغربة، بس الحمد لله مثل ما انك شايفي مو حاسين إنه بالغربة. يعني بتشكركم كثير، يعني بتشكر الجزائر وعلى هالاستقبال الحلو، ونحن كمان نتشكركم على وجودكم معنا. لكل الشعب السوري نتمنى له ان شاء الله يا رب السلام في بلده. وربما في هذا الحديث منذر تتمنوا انه لو تكون سوريا بسلام تعودوا للبلد. الأكيد ما حدا بيتمنى غير الخير لبلده، يعني هاي بلدنا بالنهاية. نحن بنتمنى الخير لكل سوريا واهلنا بسوريا، والخير والسلام على كل اهلنا بسوريا، ما بنقول غير هيك، وربنا يجيب الخير. من خلال هذه القاعدة الجميلة منذر نوجه تحياتي لكل أهل سوريا وين ما كانوا، نقول لهم إن شاء الله يا رب يعم عليكم السلام، إن شاء الله نهاية الألم وبداية الأمل. وأيضا خلال هذا الشباب المغتربين، ونوجه تحية أيضا الجزائريين المغتربين أيضا على الوطن. نقول لكم هذا وجدت لكم رمضانيات في هذا الحلقة، انتظرونا في مواعيد لاحقة. إلى اللقاء.